من اكتر البنود اللي بتخليك تصرف فلوس وانت ما بتحسش بيها هو موضوع الاكل. خاصة مع انتشار الابليكيشنز الجديدة اللي بتوصل الاكل لغاية البيت، خلت الموضوع اسهل واسرع، لكن المشكلة الاكبر انه مكلف جدا. تخيل معايا انت ممكن تاكل وجبة في البيت ب1x مثلا. الوجبة دي لو جبتها من المطعم اضربها في 12، ممكن تبقى ب12x، وده حقيقي. لذلك انا بالنسبة لي اي ابليكيشن بيوصل الطلبات للبيت سواء اذا كان اكل او سهل علينا موضوع الشراء بشكل كبير جدا، وده عمل ثقب اسود كبير بيخلي المرتب يضيع واحنا مش حاسين. حاول دايما تراقب فاتورتك من الابليكيشن، وحاول تسيطر على نفقاتك على الاكل اللي جاي من بره البيت، لان فعليا ده ثقب اسود بيضيع فلوس كتير جدا منك وانت ما بتحسش بيها. ننتظركم في برنامجنا برنامج الرشد المالي على منصة رشيد.